الكورس دوت هو اللي هيخليك تكون حازم جدا في اكتشاف مهاراتك المستخبية جواك. هلو، أنا سيف الله وأنت بتتفرج على سلسلة كل 6 شهور لغة. النهاردة أول حلقة من الكورس الجديد اللي بعنوان اتحداني إنك تقدر. الكورس ده بقى هو اللي هيوريني قد إيه أنت عندك عزيمة وعندك إصرار إنك أنت تكون الأفضل. الكورس دوت هو اللي هيثبت ما مدى صدقك في امتلاك اللغة. هل انت صادق بجد ولا الموضوع مجرد حماس البدايات؟ الكورس دوت هو اللي لو التزمت بيه بصدق هيسرع من عملية استيعابك للغة الإنجليزية بشكل رهيب جدا. الكورس دوت هو اللي هيخليك تكون حازم جدا في اكتشاف مهاراتك المستخبية جواك. أول تحدي لينا مع بعض هو تحدي سهل بس أنا بحبه جدا، بحبه من سنين طويلة ونفذته مع الطلبة بتوعي في أكتر من مادة. الكورس النهاردة هيبقى فيه تحدي بعنوان مين اللي هيبيض المحاضرات بشكل أفضل. يعني ايه يبيض ابو السيوف؟ يبيض معناها مين اللي هيعيد كتابة المحاضرات بشكل فيه تنسيق، باستخدام بقى التنظيم والالوان والخطوط والرموز الخ الخ الخ. مين اللي هيبيض افضل ال8 محاضرات اللي احنا خدناهم لحد دلوقتي؟ مين اللي هيقدر يكتبهم بشكل منسق؟ مين اللي هيقدر يكتبهم بشكل فيه بهجة، بطريقة اللي هيبص لها هيبقى حابب ان هو يذاكر من الطريقة اللي مكتوبة دي؟ التحدي الأكبر من ده، من إنك أنت تكتبهم بشكل لطيف بشكل فيه روعة، هو إنك أنت يبقى عندك الشجاعة الكافية تحطهم على الجروب، سواء جروب الواتس أو جروب التليجرام. اختار أي جروب أنت عاوزهم وحط فيه تبييضك بعد ما تخلصه، وخلي عندك الشجاعة إنك أنت توري لغيرك أنت بتذاكر الإنجليش إزاي. 8 محاضرات محتاجين تبييض تقريبا في 3 أو 4 ساعات. قدامك 3 4 5 6 أيام. احنا لسه التحدي الجاي هيكون إن شاء الله بعد 10 أيام. قدامك وقت تبيض فيه براحتك، تطلع أفضل ما عندك في التنظيم. وريني.